تعالى؟ هل هذا من دين الله تعالى؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وهنا امسح دمعتك وأحضر قلبك وتأمل. واكشف عني كل هم وغم وضيق. جبرائيل بين السماء والأرض عندما اشتد الأمر في غزوة من غزوات النبي على المسلمين بين السماء والأرض قال نادي عليا. نادي عليا واكشف كل هم وغم وضيق. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله اسم لصاحبه كل جلال. الله اسم لصاحبه كل جمال. الله اسم لصاحبه كل كمال. الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند كرب إلا فرجه. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند هم إلا كشفه. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند ضيق إلا وسعه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به مريض إلا شفاه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به مضطر إلا نصره وآواه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به ذليل ضعيف إلا أعزه وقواه. يا الله 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 صح يا الله. هذا يقول هذا توحيد يا علي، هذا شرك. لا يا الله بلا يا علي شرك. يا الله بلا يا علي شرك. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أإله مع الله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
دمعة شيعي. هل هذه أخلاق أهل القرآن؟ انت كافر، انت كلب، انت حقير. إيه وخلي لك ليش قطعته؟ الشيعة تاج راسك الشيعة. ايوه خلي. الله يلعنك. ايه ثم الله يلعنك يا كلب. طيب ثم الله يلعنك. خلص فهمتها. هاي في ثاني ما ادري من قطعتني، لا تقطعوا يعني. لا انا اعتذر. إذا إبليس ماذا؟ يحب أمير المؤمنين. ليش إبليس اعترف بالحقيقة؟ سؤال مهم جدا، التفت لي جيدا. ليش إبليس اعترف لهؤلاء بحبه لأمير المؤمنين علي سلام الله عليه؟ تعرف ليش؟ حتى الله يفرجيك إنه اللي بيبغض الإمام علي ليش صار ابن زنا وابن حيضة؟ رواية تقول اللي بيبغض علي ليش صار ابن زنا وابن حيضة؟ لأن حتى يقول لك الله عز وجل يا أعمى القلب والروح إذا كان إبليس بحب علي ليش أنت بتبغض علي بن أبي طالب؟ إذا كان إبليس بحب علي ليش أنت بتبغض علي بن أبي طالب؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عدو للمؤمنين، هذا قول الله تعالى. محب لعلي، هذا قول المعمم. فأي القولين أصدق؟ هنا أعمل عقلك وأرع سمعك وتأمل معي. يا تشاطره أحزانه والتعازية ينادي وديعتك الزهراء، وديعتك الزهراء يا عادت يا رسول الله كما ترى، لكنها عادت وليست كما هي. شلون عادت يا أبا الحسن؟ يلا كلنا صوت واحد. مكسرة الأضلاع يا مقروحة الهوى، مجرحة الأجفان، حمراء مسألة منع الزهراء عليه السلام كل التساؤلات. يعني مثلا هلا انت اذا كل واحد اذا هجم على زوجتك وريد يضربها، تقعد ببيتك بغرفتك كل لا حول ولا قوة الا بالله، او تهجم على الذي جاي يضرب زوجتك. هلا كل واحد منكم زوجتك، امك، اختك، اذا قعدت ببيتك وتركت تضربوها شو بيقولوا عنك الناس؟ بيقولوا بطل. علي بن ابي طالب سلام الله عليه هذا الرجل يزوق الابطال، يترك الجماعه يهجمون على الزهراء عليه وهي بنت رسول الله ووديعه رسول الله عنده بهذا الشكل، وقاعد بالبيت يقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هل ترضاها لعلي؟ اي واحد يقبلها على نفسه. هل تقبلها على نفسك؟ بعد احنا بدنا الاخرين يسالونا بتنجاوب. اي واحد. ثم بالبيت تعرفوا مين كان؟ كل بني هاشم كانوا موجودين بالبيت، وأمير المؤمنين والعباس بن عبد المطلب كان عم النبي كان موجود، والزبير كان موجود. إذن حول الجماعة يسمعوا صراخ الزهراء وقاعدين لا حول ولا قوة إلا بالله. أين أبطال بني هاشم؟ اثنين، ليش الزهراء تفتح البيت باب؟ جماعة جايين يهجموا، افتحوا هالبيت وإلا أحرقنا عليكم النار. ليش بدها تطلع هيك؟ الزهراء اللي ما بتقابل حدا، الزهراء اللي ما بتشوف حدا، كيف يعني؟